السلام عليكم. مصطفى هيمون والمعروف بمصطفى بلا حدود يفتح قلبه. قال: أنا السبب في دخول وليدي الحبيب هيمون للسجن. ضحيت بولادي باش نضحك الشعب. في لحظة مؤثرة قدم الفنان الكبير مصطفى هيمون اعترافا صادقا ومؤلما خلال ظهوره الإعلامي، حيث قال إنه يتحمل مسؤولية معاناة ابنه حبيب هيمون الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بعد حوالي 4 سنوات من إطلاق إحدى أغانيه الشهيرة، وهذه هي التهمة على جال أغنية. المهم، قال مصطفى هيمون بحرقة وهو يتكلم بحرقة، قال باللي أنا السبب في اللي راه صاري، يعني في وليدي دخوله للسجن. سمحت في يعني يذكر السبب، يقول: سمحت في تربيته باش نضحك الشعب ونخفف عليه في التسعينات. نعم، نشهد أنك كنت تعمل سكتشات، وكانت الناس تستنى وانت يفوتوا السكتش تاعك باش يخفوا على رواحهم ويضحكوا شوية. يعني في ذاك الوقت تاع التسعينات، في العشرية السوداء اللي كانت الجزائر عاشت هذيك المرحلة، يعني مرحلة صعيبة جدا. وقال باللي الشعب كان محتاج يضحك، وأنا فضلت نكون معاه على حساب وليدي. يعني فضل يكون مع الشعب، يضحك الشعب ويخدم على حساب وليده وتربية وليده. وقال: البلاد كانت تمر بوقت صعيب والناس كانت محتاجة بصيص أمل. قال باللي ضحيت بعائلتي بولادي باش نواسي الشعب ونقلع شوية الغمة عنهم. نعم، يعني مصطفى هيمون كل ما قاله أنه ضحى بالعائلة تاعو وضحى بولادو، ما كانش قايم بهم، ما كانش يقعد معهم بزاف، ما كانش متوله بتربية أولاده في هذيك السنوات، سنوات التسعينات. كان يعني لاهي كما احنا نقولوا، كان لاهي برك بالأعمال الفنية وبالسكتشات اللي كان يعني يواسي بها الشعب. وقال باللي ما ندمتش لأني خدمت بلادي، بصح قلبي مجروح، كبدي راحت ووليدي راح يقاسي، وأنا السبب. دائما يتحمل المسؤولية. قال يعني كل شيء باللي راه يمر بولدي أنا هو السبب. فالجمهور بعد سماعه لهذا ما صرح به مصطفى هيمون عبر بتأثر كبير عن تضامنه مع الفنان القدير، مؤكدين أن الجزائر لن تنسى تضحياته في أصعب المراحل، وأن الإنسان اللي يزرع البسمة في قلوب الناس ما يستاهل غير الدعاء والخير. فاللهم فرج عنه، وإن شاء الله ربي فرحه بإطلاق سراح ابنه في القريب العاجل بإذن الله.